بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل مع بعض يا جماعة النهاردة بسبوسة بنكهة التمر من ماي واي. تمام، هنمشي على الخطوات بالظبط اللي مكتوبة على ظهر الكيس. اول حاجة بنحضر لها الشربات. كوباية سكر على كوباية ونص مية. انا همشي على الخطوات اللي مكتوبة على الكيس بالظبط. فبما اننا في اخر رمضان قلت اعمل بسبوسة بالتمر اجربها، ومعاها عصرة ليمونة مع الشربات زي طريقة الشربات المكتوبة بالظبط. كوباية سكر، كوباية ونص مية، عصرة ليمونة. وهنا بنفضي محتويات الكيس. وكل اللي بنحطه اضافتين، نص كوباية سمنة وكوباية زبادي. اول حاجة بننزل بنص كوباية السمنة اللي هي سايحة كده. طبعا تحطيها سمنة عادي او سمنة بلدي، لو سمنة بلدي هتبقى اكيد احلى بكتير. ماشي، وتدمجيها مع بعضها، تخليها زي الرمل المبلول كده، رمل البحر. ده برضو ايه اللي مكتوب على ظهر الكيس. ندمجها مع بعض بالطريقة دي. بعد كده بننزل عليها بالزبادي. دي كوباية زبادي بس لوحدها مش كفاية، انا جربت كده وهتشوفوا معايا. وبرضو المفروض ما كنتش نقصت المية بتاعة الزبادي، كنت سبتها في الزبادي. كانت هتديني قوام متماسك، بس متماسك يعني، يعني عارف افرده في الصينية ومتماسك اسهل. دي كان متماسك اكتر شوية. طبعا العلبة ما كفتش لان لقيت الايه العجينة مفرولة. فهو يقصد كوباية زبادي من الكوباية اللي احنا بنعاير بيها السمنة، الكوباية الازاز مثلا، اللي هي مثلا بمعادل علبتين زبادي من دول بميتهم. فانا حطيت نص علبة، مرضتش الاول احط علبة، فكرت انها ممكن تسيب مني قوي، وما عنديش حاجة دقيق مثلا بسبوسة ازودها بيه لو سابت. فقلت اجرب الاول نص كده واشوف ايه، فلقيتها لسه عايزة تاني. هما عايزين قوام متماسك. بصوا انا كده حطيت اخر حاجة في العلبة التانية، يعني اخدت مني علبتين. هما ايه المطلوب؟ قوام متماسك، متماسك حلو، يعني يتحط في الصينية يتفرد معاكي ايه بسهولة شوية. طبعا معايا صينية مدهونة من السمنة. سهلة وحلوة البسبوسة. سواء دي سواء التانية، اي بسبوسة من مايوي بصراحة سهلة وجميلة ومتاخدش معايا وقت ولا اضافات، بتلخص في الوقت بتاعي. اللي تكون يعني مشغولة وقتها ضيق، لا الحاجات دي بتلخص بصراحة، وتلاقي حاجتها موجودة في البيت. بفردها في الصينية زي ما انتوا شايفين، وطبعا شفتوا انا بفردها بالمعلقة ازاي. لو كنت سبتها بالمية بتاعتها، لان اي بسبوسة بيقولك لو احتاجت شوية مية صغيرين ممكن تحط لها تلات اربع معالق كده، ايه يظبطوا القوام معاكي شوية ويفردوها كويس في الصينية. فانا لو كنت سبتهم بالمية بتاعتهم كان احسن. بس اتفردت وتمام وبقت حلوة برضو. حطها في الفرن على الرف اللي في الوسط. وهنا الشربات في الاخر قبل ما اطفي عليه بحط عليه الفانيليا. واول ما طلعت من الفرن بسقيها بالشربات السخنة على طول. طبعا دي كان تمنها 21 ونص تقريبا، كنت قايله لكم على سعرها في الفيديو بتاع المشتريات. بنحط عليها الشربات السخنة اول ما تطلع. البسبوسة بالذات لازم تبقى سخنة والشربات بتاعها يبقى سخن. ما تقلقيش لو كمية الشربات كتيرة، سيبيها وغطي عليها، وبعد شوية افتحي عليها على الأقل بعد نص ساعة عشان الشربات يبقى مسك كويس فيها، تعرفي تقطعيها بسهولة، ما تتفرولش منك كده وتبقى دايبة قوي. تمام. و... وتقطعيها بقى، تحطيها في طبق التقديم حتى تبقى سهلة. بصي التقطيع معاكي غير خالص لما بتبقى سخنة، بتبقى متفرولة خالص منك من كتر ما هي دايبة، الشربات لسه سخن فيها. وكمان كده الشربات بيبقى اتشرب فيها وبيبقى احلى. بتبقى يعني شرباتها مش مسكر قوي بزيادة. اول ما بتتشرب قوي كده الشربات بيظبط ولونها حلو جدا. طبعا اول ما تحمر من الجناب اقفلي من تحت وافتحي عليها من فوق دقيقة واحدة واقفلي عليها لحد ما توصلي للون بتاعها الحلو كده ودايبة وجميلة. وجربوها هتبقى حلوة جدا للي بيحب التمر مع البسبوسة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اضغطوا لايك واشتركوا في القناة واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا.